أحيانا الموبايلات ممكن تسخن، لكن حرارة الموبايل بتبقى مشكلة لما يبقى صعب تحملها أو يبدأ في إظهار سلوك غريب ما شفتهوش قبل كده. لكن لحسن الحظ جبتلك النهاردة نصايح ممكن تساعدك في تجنب سخونة الموبايل ويبقى آمن. قبل ما أبدأ الفيديو حابب أعتذر إن صوتي متغير شوية، ويلا بينا نكمل الفيديو. في أسباب كتيرة بتكون سبب في سخونة الموبايل أحيانا، منها استخدامك للموبايل ساعات طويلة وإجهاد البطارية أو وجوده في حرارة مباشرة زي إنك تكون واقف في الشمس لفترة طويلة، وبرضه عدم تحديث البرامج بشكل مستمر بيأثر على حرارة الموبايل وده بيعمل مشاكل في الأداء، ودي 8 أسباب بترفع درجة حرارة الموبايل. سبب مشهور لارتفاع درجة حرارة الموبايل وهو إنك تسيبه في الشمس مباشرة حتى لو لفترة قصيرة، ممكن ده يستنزف البطارية وبيأثر على الأداء وممكن يتلف المكونات الداخلية للموبايل. لو كان المعالج بيشغل أكتر من تطبيق في وقت واحد ده بيأثر على درجة حرارة الموبايل. عمرك سألت نفسك اللي موبايلي بيسخن ساعة الشحن؟ ده شيء طبيعي إنه يسخن شوية ساعة الشحن، بس لو درجة الحرارة زادت بشكل ملحوظ ومفرط يبقى ممكن في مشكلة في البطارية أو الشاحن مش أصلي. حاول تاخد بالك من النقطة دي. لو بتزود إضاءة موبايلك للآخر ده بيستنزف البطارية، ولو بتستخدم في الخلفية صور متحركة وتطبيقات كتيرة ده بيجهد الموبايل. حاول تحافظ على حرارة الموبايل وعمر البطارية. كنت عملت فيديو عن ازاي تطول عمر البطارية، هسيبهولك في الديسكريبشن أو في تعليق مثبت. زي أجهزة الكمبيوتر، اللعب على الموبايل لفترة طويلة بيجهد المعالج ومعالج الرسومات لأقصى حدودهم، وده بيسبب ارتفاع في درجة حرارة الموبايل. تشغيل الفيديوهات والبث المباشر بيأثر على المعالج. حاول تقلل جودة الفيديو لأن ده هيفرق معاك في الأداء. الموبايلات ساعات بتسخن وقت تحديث البرامج أو بعدها مباشرة لو كان في خطأ محتاج تصليح ساعة التحديثات، لأن ده بيستهلك طاقة بشكل مؤقت. لكن بعد التحديث وحل المشكلة وإعادة تشغيل موبايلك بيبدأ درجة حرارته تنزل. كل الأسباب اللي قلتلك عليها كوم، وموضوع الفيروسات ده كوم تاني. لو موبايلك خد فيروس ممكن الفيروس يأثر على درجة حرارة الموبايل بشكل كبير. في أنواع من الفيروسات ممكن تخلي أي جهاز لا قدر الله ينفجر، سواء كمبيوتر أو موبايل. عشان تمنع ارتفاع درجة حرارة الموبايل ممكن إنك تعمل الموبايل وضع طيران أو تقفل التطبيقات اللي مش بتستخدمها وتظبط إضاءة الشاشة وخليها قليلة، ودي 5 طرق تساعدك تحافظ على درجة حرارة موبايلك. ممكن إنك تثبت برنامج لمكافحة الفيروسات عشان يحافظ على موبايلك من التطبيقات الخبيثة والضارة، بس النسخ المدفوعة من البرامج دي بتكون أصلية، لكن المجانية بتبقى مش قوية. حاول تظبط إضاءة الموبايل. في موبايلات بتنزل بميزة السطوع التلقائي، ممكن تشغلها بس منصحش بيها لأنها بتستنزف البطارية بسرعة. حاول متعرضش الموبايل للشمس فترة طويلة لأن ده بيسخن البطارية وبيخلي الموبايل يهنج معاك. حاول تتأكد من نوع الشاحن اللي بتشحن بيه موبايلك، لأن الموضوع بيختلف من شركة لشركة بسبب اختلاف فولت الشحن. لو حرارة الموبايل ارتفعت فجأة ساعة الشحن حاول تشيل الموبايل من على الشحن لو كان ده السبب. حاول تحدث تطبيقاتك بشكل مستمر، وحاول ما تحطش عليه برامج كتيرة لأن التطبيقات بتحتاج مساحة تخزين عشان تشتغل. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.